كل النعيم الذي في الجنة هيأه الله لأهل التقوى. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله وجوه يومئذ ناظرة وجوه عليها نضرة جمال إلى ربها ناظرة. الله عز وجل يقول إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى ما أعده الله عز وجل لهم في الجنة. وقيل ينظرون إلى الله. الله عز وجل يقول في القرآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله أحسن إلينا سبحانه وتعالى ألا نحسن في عبادتنا له سبحانه. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ماذا ختم رب الآية؟ إن الإنسان لكفور. إيش معنى كفور؟ جحود. يا إخواني نحتاج أن نتدبر كلام الله ونحتاج أن نعترف بذنوبنا بين يدي الله حتى ندخل في قول الله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الله عز وجل يقول وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والله يتخوف. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله عز وجل يقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم فيرتاحون ولا يخفف عنهم من عذابها فيعيشون فيها حياة كريمة. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وما هو حالهم وهم فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومن صراخهم يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. حسرات يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. يا إخوان، أهل النار أمرهم مفزع والله. من فوقهم نار، ومن تحتهم نار، وعن يمينهم نار، وعن شمالهم نار، ويشربون من نار، ويأكلون من نار. حياة في جحيم.